انا راضيه ذمتكم. حد يصدق ان المنين ده معمول بايد ست بيت عاديه جدا، مش ايد خباز ولا شيف؟ زي ما بيقولوا كده، مسطره، مظبوط جدا من اول مقاديره لعجينته لرصه على الصاجات. حاجه كده مظبوطه، ظبطت معلمين طعم وشكل من كله. اللي هيجرب مقاديري هو بس اللي هيستمتع زي ما انا استمتعت بجماله كده. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي. اول حاجه انا معايا 185 ملي من المية الدافية، وياريت نستخدم الميزان في الوصفة دي، بجد بجد يعني هتنبهروا. يعني بمقام كوباية الا ربع من المية الدافية، حطيت عليها معلقة صغيرة من الخميرة الفورية و3 معالق كبار من السكر. وزن الخميرة 5 جرام والسكر 3 معالق 40 جرام. تمام، المية دافية. هقلب الكلام ده كله مع بعضه وهركنه على جنب. تقدروا تستبدلوا المية بحليب زي ما انتوا حابين، بس انا بخليها النهاردة بطريقة المخابز بيستخدموا المية. جبت نص كيلو من الدقيق، حضر المواد الجافة على ما الخميرة بتاعتي تجهز معايا. نص كيلو من الدقيق حطيت عليه رشة بسيطة كده من الملح، وهنزل عليه بكوباية الا ربع من السمنة السايحة وربع كوباية من الزيت. انا مستخدمة سمنة بلدي، تقدري تستخدمي اي نوع سمنة عندك، مفيش مشكلة خالص. المقدار كله بيبقى كوبايه 200 جرام. تقدروا تخلوها نص ونص، تقدروا تخلوها كامله سمنه، تقدروا تخلوها كامله زيت، مفيش مشكله زي ما انتوا حابين. المهم يبقى مقدار الدسم او مقدار السمنه، الماده الدهنيه يعني معايا كوبايه اللي هي 200 جرام. هبتدي ان انا ابس كويس جدا الدقيق مع الماده الدهنيه بتاعتي لحد ما يتكون معايا، يبقى عامل زي العجينه بالشكل ده. المهم ان انا اطبقها كده بايدي تبقى اكنها عجينه بالظبط. بتبسوا على ايدكم او بتبسوا بعجين، مفيش مشكله، الموضوع كده كده سهل. على بال ما خلصت بس كانت الخميره بتاعتي جهزت معايا بالشكل ده. هبتدي ان انا انزل بيها واسيب كده حبه صغيرين في الكوبايه لعل وعسى ما احتاجهمش. دايما حطي القليل ولما تعوزي تزودي، احسن ما تحطي كتير والدنيا تبهوأ معاكي. حطيت العجينه، الميه اسفه على العجينه، وابتديت ان انا اعجن بالشكل ده. واما بعد اما عجنت حسيت ان هي لسه مفروله، لسه محتاجه شويه الميه الباقيين. هي اصلا المقادير مظبوطه جدا جدا جدا، يعني انا ظبطاها. حطيت بقيه الميه وعجنت، لميت، قعدت الم بايدي كويس جدا. اخدموها كويس، ما تقلقوش، مفيش مشكله خالص، مش هتعمل معاكم عرق ابدا، لان كده كده احنا الماده السائله مش كتير. المهم العجينه طريت معايا، بقت بالشكل ده، وهو ده الشكل والقوام المظبوط اللي انا عايزاه. هتحسوا كده ان العجينه بتاعتكم طريه، تفردوها هتتفرد معاكم، ولكن بتقطع مش بتمط. خدوا بالكم اهي بتقطع معاكي مش بتمط، وهو ده المطلوب بالظبط. هغطي الخميره بتاعتي وهسيبها ترتاح لمده يعني ربع ساعه نص ساعه، مفيش مشكله. هي كده كده مش هتخمر لان الماده الدهنيه فيها كتير. ده هجهز بقى في الوقت ده على بال ما هي ترتاح. هجهز العجوه بتاعتي. العجوه دي خطيره جدا يا جماعه، حقيقه انا جايباها من السعوديه معايا، وانا ما رجعت من العمره كنت جايباها من هناك. قد ايه رهيبه رهيبه رهيبه، طعم وقوام وطريان كل حاجه حقيقي. العجوه اللي في مصر دي انا ما طلعتش باكل العجوه الحقيقه بتاعت السعوديه دي، ملهاش حل. قسمت العجينه بتاعتي، العجوه بتاعتي انا هحتاج بالظبط نص كيلو عجوه على المقدار. تمام، خدته وهبتدي ان انا افرده. اما احطها في كيس واحط عليها معلقه كده من السمنه الصغيره عشان تبقى سهله معايا في الفرد، او بين كيسين زي كده. المهم انا عايزه العجوه بتاعتي بلوك رقيق، سمكها رفيع مش تخين، علشان تبقى سهله معايا وانا بلفها. وصلتها معايا للمرحله دي، هركنها على جنب على جنب على بال ما افرد العجينه بتاعتي. يعني بلوك، بحاول ان انا افرد بلوك العجوه قد بلوك العجينه بالظبط. العجينه بتاعتي هنا بعد ما ارتاحت زي ما قلت لكم، هي مش بتخمر بس بترتاح، بتبقى طريقه فردها اسهل بكتير. شايفين العجينه قد ايه طريه، حلوه جدا. قوامها اتغير، بقت انعم، سطحها بقى ناعم، مش زي ما انا ما كنت عجناها كان سطحها مش ناعم قوي. هفردها برضو بلوك يكون سمكه مش تخين قوي، ولكن اتخن من سمك العجوه طبعا. يعني العجينه المفروض تبقى سمكها اتخن شويه او اسمك من سمك العجوه. فردت كده البلوك بتاعي بكل سهوله، بتتفرد معاكي بسهوله جدا جدا لان العجينه مرتاحه والعجينه خطيره جدا. جبت البلوك بتاع العجوه، ببيته على العجينه بتاعتي، واحاول ان انا برضو بالنشابه احاول ان انا ابيته عليه او اثبته عليه او الزقه فيه بمعنى اصح.
لقيت عندي قطع ما فيهاش، يعني قطع عجين ما فيهاش عجوه، هبتدي ان انا اجيب عجوه تاني وافرد او اساوي بالظبط مقدار العجوه قد مقدار العجين بالشكل ده. وهبتدي ان انا الف الرول على الضيق يا جماعه، حته حته وواحده واحده بالراحه، تستعجليش في المرحله دي خالص، خليكي صبوره، اعملي شغلك وانت رايقه كده عشان يطلع معاكي حلو. بلف الرول على الضيق وبسيط جدا، وانا واحده واحده، انا بس بجري الفيديو، بس انا كنت بشتغل براحتي خالص. وبعدين في الاخر قفلت القفله، وبعد كده الرول بدات ان انا افرده معايا شويه، يعني اطوله معايا شويه، وبالسكينه، وببتدي السكينه اخدها رايح جاي لحد ما يبقى معايا الشكل ده. اظن بصوا هي بتتكلم، الرول مظبوط جدا، اللفه مظبوطه جدا، العجوه مع العجينه شكلها خطير. ده لو انتوا بقى قطعوا، لو انتوا عايزينها من غير سمسم، لو انتوا حابين السمسم. انا هنا جبت معلقه من العسل الاسود، حطيت عليها معلقه من الميه، وخففت العسل بالميه، وابتديت ان انا ادهن كده وش العجين بتاعتي وارش السمسم عليه عشان بس السمسم يثبت. بس بمنتهى السهوله والبساطه، موضوع سهل جدا جدا وبسيط. اعمليها بقى في فطار، اعمليها في عشاء، بجد هي طعمها في منتهى الجمال، اطعم بكتير مليون مره من اللي بتتباع في المخابز. وبقطع بقى، انا بقطع مش بقطع يعني حوالي يعني عقله ونص، عقله صباع ونص، مش عقلتين، كمان اقل، عشان تبقى صغننه كده وجميله وهي بتتاكل. هبتدي ان انا ارصها في الصاجات بتاعتي، الصاج بتاعي مش مدهون اي ماده دهنيه خالص، تحسوا ان كله مقاس واحد سوى واحد، لفه واحده، شكل خطير بجد، وطعمها كمان اللي هيجرب هينبهر بيها. شايفين شكلها حلو ازاي يا جماعه، واللفه مظبوطه جدا 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 جدا. امشي معايا بنفس الخطوات، هتطلعيها كده، هتطلعيها زي كده واحلى كمان ان شاء الله. في الوقت ده انا على بال ما لفيت اللفه وعملت الرول وحشيت وعملت ولفيت، كانت هي اوريدي ارتاحت، فانا دخلتها الفرن على طول. الفرن يا جماعه حرارته 190 رف اوسط، خدت بالظبط 30 دقيقه، وطلعت معايا بالشكل ده، جميله، واخده لون من تحت حلو، واخده لون من فوق في منتهى الجمال. تحسوها ناعمه، تحسوها طريه، عايزين تخلوها تنشف عن كده، بس انا مش عايزاها تنشف عن كده عشان العجوه ما تنشفش منكم. هي كده رهيبه، التسويه المظبوطه هي دي، ما بتاخدش معاكوا اكتر من نص ساعه، وبتطلع بتكون بالجمال ده، طعمها في منتهى الجمال. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. وده فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده، اشوفكم على خير، مع الف سلامه.